السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير؟ اموركم هانيين كلشي مزيان؟ سطوعات دايرين مع الصحه؟ رمضان مبارك سعيد يدخل عليكم ان شاء الله باش ما تمنيتو، بالصحه والسلامه، وان شاء الله بشي رزياق باش ما تمنيتو يا ربي. المهم عرفت راسي طولت عليكم، انا ديما تنبقى نقول لكم ما غنبقاش نطول عليكم، ولكن تنعاود نطول عليكم. والله البنات الوقت اللي غنقول لكم الوقت، واللي عندها الوليدات صغار راه يمكن غتحس بيا وغتعرفني علاش ما عنديش الوقت. لحقاش غير تنجري اغوش ادغوات وتنجراو سبحان الله العظيم وصافي. المهم كيف ما تشوفوا معايا دابا رمضان راه دخل وانا ديما روطار. دابا هاد عندي واحد الروينه في الكوزينه مشقلبه وفيا النعاس، باقا ما كملش الصلاه. كوزينتي مشقلبه المهم ما نقولش لكم. ودابا لقيت منين البنات يلا حيدت البريوات هما قليتهم، غادي نوريهم لكم. حيدت الشباكيه، المهم ما شاركتش معكم الوصفات لحقاش دابا اللي طلعت الناس اللي وجدت راه وجدت. انا يلا غادي نقول لكم راني تنصاوب. المهم انا جيت اصلا انا اللي روطار ماشي نتوما. وهذا مكان البنات باش بلا ما نطول لكم من بلا 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 نخليكم معايا وتشوفوا هادشي فين غنديه، فين غنصيفطوش، من دوله غيمشي. المهم انتم معايا وقولوا لي كي جاتكم شباكيتي اختي، قولوا لي كي جاتكم شباكيتي اختي. المهم يلا هانتوما معايا بلا ما نطول عليكم. عرفتوا جاتني مكالمه البنات ياكو وتلفت ما بقيت عرفت شنو كنت قلت لكم كاع الكلمه الاخرى. المهم جاتني مكالمه عيطت لي صاحبتي وقالت لي هذا ما عيط لها في الصباح ما جاوبتنيش، وتقول لي اختي قالت لي راه الله الاول ديال رمضان قالت لي واش نتجاراو. قلت لها انا بقيتيني يلاه قلت للمشاهدين قلت لهم راه ما كاين اجري عليا نجري عليك. المهم راه كلشي تيشكي يعني شكون هذه اللي ما تجريش في هذا سبحان الله العظيم اللي هو شهر ديال العباده او شهر اللي نتقربوا فيه بزاف من. المهم هذا ما كان بلاتي خليكم معايا. شوفوا هذا البنات درت بريوات عرفتي واش جاو يا سلام واحد البريوات شاكيتكم فيهم جاو واعرين. هانتوما البنات جاو خطيرين، جاو بريوات فنين. عرفتي دقت وحيده عرفتي معلكه دابا كاين واحد القوام درت فيها هائل. المهم اخواتاتي دابا هاد البواطه هادي هكا غادي ندير لها الالومنيوم ان شاء الله وغادي نسدها ياكو هادي. وهادي البنات هذا سلو صايبتو مثلا درت 3 ايام، نهار صايبت فيه سلو، نهار درت فيه برايوات، ونهار اليوم اللي هو درت فيه الشباكيه. المهم البنات هذا سلو ديالي ها هو فين هو. هاد البواطه هذه البنات عمرتها باش تشوفوا معايا هكا. هادشي غيتصدر، هذا غيتصدر اخواتاتي. وهنا هادي تنبقى نعمرهم البنات، تنبقى نعمر هنايا شتيو تنعمرهم هادو بحال كوت خو تنعاود ثاني نعمرها. راه عندي السكيره دايره فيها هادو كاملين حتى هو البنات. عرفتي جا من نقولش لكم يا سلام هاد سميتو حيت مشاركه معاكم ما بغيتش نبقى نصور وصافي. المهم ديالي هادي وهادي البنات والشباكيه حتى هي راه تتقلى. هذوك البنات غادي ان شاء الله غادي تشوفوني فين غنديهم. كما قلت لكم الروينه ما ديوش عليها، شوفوني غير روينتي ديال الشباكيه. المهم البنات ها هي هذه ساليتها تنحطها هنا وتنعاود نسطرها هنايا. كيف ما تشوفوا معايا البنات انايا بالنسبه للبريوات درتهم البنات لويتهم بالليله قبل وخليتهم البنات حتى الغد اللي عاد تيجيو زوينين ونشفوا. عاد قليتهم البنات وعسلتهم. وهنا غنقول لكم صباح الخير. هنايا البنات الغد اللي مشيت البنات باش نصيفط ديك الامانه الاخت ديالي في الديار الايطاليه، وصيفط ليها البنات كيف ما شفتوا معايا كلشي شنو صيفط ليها. صيفطتهم في لابوست. وهذا مكان الخوت. المهم واخا هي عندها الشباكيه وداك الشيء، المهم تنبغيها الذوق يعني ولفت ديك القاعده تنصيفط ليها كل مره. ودابا غادي نحضر معكم واحد الشهيوات البنات. من بعد ما جيت من لابوست دخلت ديريكت الكوزينه.
صافي راك عارفين البنات دابا راه مع هاد سيدنا رمضان، يعني ما كاين غير جري عليا نجري عليك جري عليا نجري عليك، من الزنقه غسل يدك دوز للبوطه. ايوا هذا ما كان البنات. اليوم نحضر معكم الفطور ديالي المتواضع، المهم فطور بنين بوين بنين. المهم البنات هنا غنحضر واحد الفطيره راني ديجا شاركتها معكم في القناه ديالي وغادا نعاودها معكم هنايا. خديت البنات بصيله تماكين، واحد البصله كبيره شلطتها وخديت معها البنات شويه الثومه وخليتهم هنايا واحد 4-5 دقائق بما طاحت شويه البصله، وغادا نضيف عليها البنات ديك الخيزو اللي حكيتو في الحكاكه الغليظه والفلفله. انا تماكين اكتفيت غير بالفلفله الخضراء هي اللي عندي، اللي عندكم الصفراء الحمراء زيدوها. صافي. بالنسبه للتوابل البنات مليحه، شويه تحميره، شويه ديال الابزار البنات وشويه ديال السودانيات الصراحه تعجبني. وبالنسبه للمنسمات ديروا اللي يعجبكم، انا ما درت الزعتر ديالو نتوما اللي بغيتو البنات ديروا الزعتر اللي يعجبكم ديروه. صافي البنات تنحركوها تماكين تنخليوها ديما طاحت لينا شويه ديك الخضيره ديالنا اللي هو الخيزو والفلفله هي اللي درنا تماكين. غادا هنايا البنات كما قلت لكم عندكم الفلافل تجي احسن، يعني تجي متلونه وداك الشيء. هنايا البنات درت 2 حكيكات ديال الطون كيف ما تشوفوا معايا. لا عندكم الطون، انا مرات ندير داك الطون ديال المطيشه حتى هو تيجي زوين. المهم هنا درت الطون ديال الماء هذا صفيته، ولا عندكم ديال الزيت اللي كاين صافي ضفت عليها البنات. درت 2 حكيكات، ديروا نتوما الكميه اللي يعجبكم، وضفت عليه تماكين الزيتون مقطع صافي. وغادا نخلط الكل صافي. راه كلشي طيب ياك عارفه داك الطور راه ماشي غنطيبو ولا شي حاجه. صافي في هذا الاثناء تنضيف عليه نتوما الفرماج وتنطفي البوطه. صافي غير تنضيفوا الفرماج تنطفوا البوطه البنات، تنخليو الفرماج يذوب مع بعضياتهم في ديك السخونيه. صافي خواتاتي. ودابا غادا ندوز للعجينه. قسما بالله البنات الا ما كنتش غنشارك حتى حاجه معكم غير حتى لاخر لحظه، غير عاد حتى عجنت العجينه البنات وبغيت نمشي عاد قلت لي ما نشاركش معاهم ونشارك معاهم حتى النهار ديالي كيفاش يدوز. ما بقيتش متعوضه البنات على الكاميرا مره، ما حقاش شحال هذه ما صورت ولا حطيت. بالنسبه للبنات العجينه تما كاين درت كاس، درت زلافه ونص ديال الطحين فورس وزلافه ديال الطحين البنات ديال الفينو، ودرت شويه ديال الحليب نيدو غبره وصافي البنات. ودرت خماره شويه السنيده شويه الخميره ديال الدار يعني خميره الخبز. صافي البنات وجمعت كل شيء وزويته بلديه شويه زيت البلديه. المهم البنات راني مشاركاها معكم في الفيديو اللي من قبل اخواتاتي، وزويته بلديه صافي. وتنجمع كل شيء عجنوها ولا هذا ولا خليوها كيف ما درت لي انا، خليتها وخليتها ترخف صافي البنات. وجيت خديت داك المول هذاك ديال البيتزا هي اللي تناخذ بها هذاك العبار ديالها. المهم غادا نشوف كيف ما تشوفوا معايا الفيديو راه شارح نفسه. من بعد البنات درت ديك لاباط حطيتها تماكين في داك المول. صافي البنات تنضيف عليها تماكين داك الحشوه من بعد ما بردات. من الاحسن تكون الحشوه بارده باش ما تقطعش لكم العجين ديالكم. صافي خواتاتي من بعد هنايا انايا كثرت شويه الحشوه تعجبني تكون عامره ديك الفطيره وصافي. وغادا ندير عليها الطرف الثاني ديال العجين او لاباط اللي طلقناها، غير داك الفوقانيه تكون شويه كبر من ديك التحتانيه باش شوفوا العمليه اللي غادا ندير دابا بحال تنلمط فيها البنات. يعني تنبقى نخشيها ديك الفوقانيه تنخشيها لتحت صافي باش تجينا على شكل خبيزه او على شكل فطيره. المهم الفيديو راه شارح نفسه. انا هنايا ما بغيتش نزرب لكم، زربت لكم الفيديو وملي وصلت لهاد اللقطه ما بغيتش نزربها لحقاش انا عارفه بان تتبعوني متتبعات يلاه بادين بحالي متتبعات البنات يلاه مبتدئات يلاه. مهم هذا مكان ناخذ ديك الساعه تنعاود البنات تنقرصها مزيان او تاخذ الحجم ديالها اللي في داك المول. وشوفوا كيف ما تشوفوا معايا تيكونوا في داك الفقاعات ما خصهمش نخليهم هكاك. من الاحسن خذوا البنات شي حاجه وتقبوا بها هذيك العجينه ديالكم باش ما تبقاش لينا داك الفقاعات تما منفوخين. صافي البنات هنايا نكثرت عليكم بالبنات. خديت هنايا الصفر ديال البيضه. هنايا غادي نحتاج غير الصفر ديال البيضه. ضفت عليه واحد شويه ديال صويا صوص ولا البنات خذوا ضيفوا عليها البنات شويه الحليب ولا نتوما اللي عندكم متوفر صافي. وغادا ندهن ليها الوجه ديالها. غادا ندهن ليها الوجه ديالها البنات كيف ما تشوفوا معايا بالبيض
وغادا ندخلوها هنايا الفران على حراره. المهم البنات قبل ما ندخلوا الفران ما قلتش لكم، المهم ديروا ليها باش تزوقوها ولا خليوها هكاك، ولا ديروا ليها شويه الزنجلان. انا البنات هنايا درت شويه ديال الزنجلان، زنجلان ولا اللي عندكم البنات. المهم هنا البنات قبل ما تدخلوها الخواتات الفران قطعوها، يعني الشكل اللي يعجبكم نتوما قطعوها به. الشكل اللي عجبكم يا خواتاتي قطعوها. انا هنايا قطعتها صافي كما قلت لكم، درت ليها على شويه زنجلان ولا ديروا ليها السانوج اللي عندكم البنات في الدار متوفر، ودخلتها الفران على حراره 180، وخليتها البنات هيا كيف ما تشوفوا معاهم الشكل النهائي ديالها. تجي غزاله، تجي ما نقولش لكم البنات جربوها. دابا انا هذه من الوصفات اللي تتكون عندي يعني ديما دايراها. وهنا رافقتها مع واحد شويه ديال الكفته. المهم البنات خديت هنايا كفيته، درت فيها شويه ديال الكمون، شويه ديال المليحه، شويه البنات ديال التحميره، شويه ديال السودانيه والقزبر والمعدنوس، وضفت عليها بيضه كامله، وغادا نضيف عليها البنات شويه ديال لا شابلور. وإلا عندكم الثومه بودر حتى هي ديروا، انا ما كانتش عندي. ودرت عليها البنات بالنسبه للعطريه، انا درت ليها ديك العطريه ديال الكفته، تتجي البنات غزاله، تجي هائله هائله هائله. وصافي هذا ما كان اخواتاتي. والابزار ما تنساوش، خديت البنات دوك ديال القطيبات ديال العود، وغادا نديرها على شكل الكباب البنات ديال الاتراك. هذه تيديروها الاتراك اخواتاتي، وتتجي غزاله. والله ما تقنعوا من هاد الكفيته هذه، سيرتو تكال سخونه من المقله ولا من الشوايه، ولا شوفوا فين بغيتو ديروها نتوما. هذاك الشيء تيبقى شغلكم، تيبقى اختياركم. انا شوفوا فين درتها البنات، ديروها كيفكم فاش ما درتوها تطيب، درتوها في المجمر احسن حاجه، درتوها في مقله فاش ما درتوها راه تجي البنات شهيه. ما شهيتكم فيها، انا ما عرفتش الفيديو واش غتشوفوه بالليل ولا بالنهار ولا شنو. المهم هما القطيبات ديالي وجدوا هنا، ما بقى لي غير نقول لكم صحتكم وجربوهم وردوا عليا. هنا البنات والو، قلت غادا نصاوب اليوم. دار ليا هذاك الزعلوك ديال ميمتي، هاد الزعلوك ديال امي، انا تنقول زعلوك امي. هذا البنات ملي كنا صغار امي تديروا لينا، يعني معروف عندنا حنا في الدار هاد الزعلوك هذا ديال القرعه. هي الصراحه امي تديروا بالقرعه الاخرى، هذيك القرعه كورجيت الاخرى، هذيك اللون ديالها تيكون بيستاش، ماشي يكون شاد اللون هذا، ما عرفتش شنو سميتها، قرعه كورجيت. وانا درتها بهذه اخواتي، مشيت باش نشريها لقيتها غاليه، داكشي علاش صافي درت معاها تما كان واحد الدرس ديال الثومه، ودرتها البنات تسلق، درت عليها اميها وخليتها تسلق تما كان واحد 10 ديال الدقائق. ومن بعد صفيتها من داك الماء مزيان هكا، معستها بواحد الفرشيطه وصفيتها من داك الماء لحقاش تكون هازه الماء بزاف. وصافي اخوتي. وهذيك التويمه ما تنساوهاش، ضروري ديروها تسلق معاها، وخليوها حتى هي معسوها معاها، خليوها تماكن. وصافي بنات هنايا غادا نضيف تما كاين شويه ديال التحميره، شويه ديال السودانيه اللي هي تتبنن البنات، ما عادش تجيكم حاره، شويه ديال الابزار، وتما كنقولوا معلقه صغيره ولا نص معلقه ديال المطيشه الحك، زويتات بجوج، يعني زويته بلديه زويته روميه ومليحه بطبيعه الحال، واخا ما نذكرهاش لكم راها ضروريه. والقزبر والمعدنوس، شوفوا الشكل ديالو كيفاش تيجي. ودرت ليه زويتينات البنات مشرمل، راه ما تقنعوش منه. غير حاجه وحده نسيتها، شويه الحامض، ديروا شويه الحامض. وغنختمها لكم بواحد البراد ديال اتاي اللي هو ما يخطى حتى دار مغربيه او لا حتى طابله مغربيه، لا في رمضان ولا بلا رمضان. المهم هذا هو لا دروغ ديالنا حنايا المغاربه. وغادا نقول لكم البنات رمضان مبارك، ويدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه وبطوال العمر يا ربي. وتنتمنى هذا الفيديو تبارطاجوه مع الخوت الحباب الصحاب باش تحفزونا، يعني باش نزيدوا نخدموا شويه اكثر واكثر. ودابا خواتاتي ما بقى لي غير نقول لكم مع السلامه، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. وتنتمنى ما نطولش عليكم كيف العاده، وبوسه كبيره لكم. واي حاجه بغيتوها مرحبا خليوها ليا في الكومونتيرات الزوينين ديالكم. ومع السلامه ونهاركم مبروك اخواتاتي.